السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ووصفه جديده. هنا بغيت قبل ما ندخلوا للوصفه ديالنا ديال اليوم، وقبل ما نشارك معكم يعني شنو غادي نوجدوا ولا الوصفه ديال اليوم، فقلت نشارك معكم هاد الصباغه هادي. كما غادي تشوفوا في الفيديو، راني في الاول ديال الفيديو ولا فاش كنت كنوجد الوصفه دايره الصباغه هذيك الحمراء. بغيت نقول لكم بان هاد الصباغه هادي راه حلال 100% حلال. هاد الصباغه هادي وراتها ليا مرت خويا، كانت جات عندي هنايا لفرنسا وبدات كتصلي دايره الصباغه. قلت لها واش هذا؟ قالت لي راه حلال وكتباع في المغرب. فعلا كاينه في رباط سنتر. المهم حدا داري، انا نزلت للمغرب، كاينه حدا داري كتباع في رباط سنتر. المهم اللي بغات البلاصه واللي ساكن في الرباط يسول عليها تما. وحتى هنا كاينه في فرنسا، كاينه واحد السيده يمنيه. كان شحال هادي جاني تعليق، كنت كندير واحد الوصفه كنت دايره واحد الصباغه كحله، وواحد السيده قالت لي علاش زعما دايره الصباغه وهذا، ولا قلت لها راه حلال وراه بالوضوء. الا هذيك اللي كنشري من عند اليمنيه اللي دابا نشاركها معكم دايره بحال الغبره، كنزيدوا عليها الماء وكتولي صباغه على باز ديال الحنه. حتى هذه مرت خويا قالت لي راه حتى هي حلال وتقدري تصلي بها. وكلشي داكشي اللي قال لها هذاك السيد اللي كيبيع هذيك المنتوجات ديال التجميل. المهم دابا غادي ندوزو للوصفه ديالنا. انا قلتها يعني بين قوسين، الناس اللي ما كتبغيها كتوضى ولا ملي كتخرج ودير الصباغه الا رجعات يعني بلا ما تحيدي الصباغه، فراه كاينه صباغه حلال اللي تقدري تصلي بها وتقدري ايضا توضي بها. هادشي علاش شاركتها معكم. واللي عنده شي موضوع شي يعني عنده فكره اخرى ولا عنده هادشي هاد الفكره هذه اللي قلت انا خاطئه، فيفيدنا. يعني راه كما تنقولوا حنا كنتناقشوا مع بعضياتنا وكل واحد يستافد من الاخر. ودابا ندوز باش نعطيكم الوصفه ديالنا ديال اليوم. هنا الوصفه ديالنا عندي ركبات ديال الدجاج اللي غنرافقهم للروز. غادي تشوفوا الوصفه يعني من الف الى الياء. حنا هاد المساله ديال الدجاج ضروري خاصو تغسل، وكلشي كيعرفها، فما غاديش نهضر لكم عليها. الدجاج خاصو يتغسل يعني مرحله، وعلى كما كنقولوا لا غبار عليها. غادي نغسل الدجاج وغادي نخليه يستقطر، وندوزو باش نعطيكم الخضر اللي غادي نحتاجو اللي غنرافقوهم لهاد الدجاج. هنا عندي حامضه تكون متوسطه الحجم، عندي 3 ديال البطاطات وعندي 2 بصلات، هادو اللي غادي نحتاجو كخضر. هنا غادي نشد الدجاج ديالي غادي نمسحو مزيان. المهم انا خليته استقطر، ومع ذلك في داك سوبالان ولا داك المنشفه ديالكم، اي زيف عندكم نقيت تنظفوا به الدجاج ديالكم. غادي نحيد ليه الماء مزيان. هنا غادي نشد هاد الحامضه وغادي نقطعها ديغونديل، يعني شكل دائري على هذا الشكل هذا. يعني قلنا حامضه وحده غادا معكم بشويه بشويه، والوصفه حتى لنا سهله وزوينه. هنا غادي نحطهم فوق الدجاج، وغادي ندوز باش غادي نقطع بطاطا بعد ما نقيتها، والبصله حتى هما غادي نقطعهم بنفس الشكل ديال الحامض، شكل دوائر. يعني بالنسبه للبصله وبالنسبه للبطاطا. انا كنوريكم الشكل، يعني ما نرققوهمش، يعني هذاك الشيء اللي خرج لكم الموس، يعني قطعوهم هكا شويه يكونوا شويه ايبي. وهنا غادي ندوز ايضا نقطع البطاطا بشكل عشوائي، يعني على 4 على 6 نتوما واللي بغيتو على هذا الشكل هذا. هنا من بعد ما قطعت البطاطا والبصله، فغادي ناخذ واحد القالب اللي غادي ندخل الفران. المهم لاطه عندكم كتدخلوها للفران، المهم غادي ديروا فيها هذا الشيء ديالكم اللي كتدخلوا فيها، المهم اللي كطيبوا فيها في الفران. غادي ناخذوا هذيك شرائح ديال البصله نفرشوهم هما الاولين، وغادي نديروا عليهم بطاطا بشكل عشوائي، يعني ماشي يعني نستفوا ولا هذا. المهم بشكل عشوائي بطاطا البصله نقادوها وبطاطا نحطوها بشكل عشوائي. وهنا من بعد ما درنا لهم يعني من بعد ما استفناهم، فغادي نديرو غادي نسموهم. ضروري خاصنا نسموهم، نديرو لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم، عفوا شويه ديال التحميره حمراء. تحميره حمراء. المهم غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، باش حيت كندير التسريع، فمن الاحسن نخليهم باش اللي بغى يدير الوصفه يلقاهم في صندوق الوصف. هنا غادي ندوزو نصايبوا العطريه ديال الدجاج. الدجاج ماشي ضروري ركيبات ديال الدجاج، ضروري داكشي اللي عندكم في الدجاج ديروه. عندي شويه ديال الملحه، عندي 2 دروس ديال الثومه اللي حكيتهم، عندي نص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الكركم ولا الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، ومعلقه مع عمراش ديال العطريه ديال الدجاج. المهم حتى لهنا كما قلت دائما الوصفه ديالنا زوينه. ومعلقه صغيره ديال الزعتر كيعطي واحد البنه زوينه،
ومعلقه عامره صغيره ديال مركز الطماطم، نص كاس ديال العنبه ديال الحامض، وربع كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الماء. وغادي نخلطوا العناصر ديالنا كلها مزيان حتى هذاك الكونسونطري ديالنا يذوب لينا في هذيك مع ديك العطريه. من الاحسن الدجاج ديالكم ديروا ليه هاد الخلطه هادي ولا هاد التغميره هادي وخليوه يرتاح واحد الساعه ولا الصباح وطيبوه في العشيه. انا بصراحه كنت مزروبه وقلت غادي نصايبها ونشاركها معكم. هنا كنت غادي نخلطهم في هذيك الزلافه وجاتني صغيره، فدرت هذاك الزلافه الاخرى غادي نخلط فيها باش الدجاج ديالي يعني ياخذ التغميره ويبقى هكا شويه متيسع فين نخلطو، فين يعني نمعكو مزيان وندخل فيه العطريه مع دوك شرائح ديال الحامض كما شفتوا راني حاطتهم مع الدجاج. وانا غادي نمعكهم بزاف مزيان. كما قلتي الا بغيتو تخليهم يرتاحوا خليهم الا جوجدهم هكا في الصباح وتا 12 ولا 2 عاد طيبوهم، ولا الصباح لليل. انا كما قلت مزروبه وقلت غادي نصايبهم وغادي نستفهم بشكل عشوائي فوق هذاك القالب اللي غادي ندخلو الفران. وهنا من بعد ما حطيت الدجاج غادي نضيف عليه شرائح ديال الحامض، وغادي نصب عليه هذيك لاصوص باش تدخل ليا في ديك الخضر. وما غندير لا ماء لا حتى شي حاجه، غادي نزيد شويه ديال الزيت من الفوق. فالزيت كتبقى اختياريه، اللي بغى يضيفها يضيفها واللي ما بغاش معليش، راه حنا ديجا دايرينها في لاصوص. وغادي ندخلهم الفران بعد ما ندير ليه بابي كويسون، وغادي ندير ليه بابي الومنيوم وغادي ندخلو الفران كياخذ لينا مده ديال ساعه. هنا غادي ندوزو نوجدو الرز. خديت واحد الكميله غندير فيها زيت الزيتون واحد 4 كاس ولا نص كاس، حبه الهيل درت 5، لا عندكم مطحونين يكون احسن. عندي معلقه ديال الكمون صغيره، وعندي نص معلقه ديال القرفه، وعندي الزعتر واحد المعلقه اللي هو حتى هي صغيره ديال الزعتر اللي غادي نضيف. اللي ما عندوش الزعتر بغا يدير الاعشاب المنسمه فكتجي حتى هي بها زوينه. وغادي ندير الملحه طبيعه الحال لتحديد الذوق ولا باش تعطينا البنه. غادي نخلط العناصر ديالي كلها مزيان. هنا من بعد ما خلطت مزيان العطريه ديالي غادي نضيف عليها مركز ديال الطماطم معلقه صغيره اللي تكون عامره شويه، غادي نخلطها مزيان وندخل هذيك مركز الطماطم مع العطريه. انايا في هذيك الاثناء راني كنت موجده 3 الكيسان ديال الرز، غسلتهم وصفيتهم. هنا غادي نضيف الرز على ديك العطريه وغادي نحركها مزيان. وهنا من بعد ما درت الرز وخلطته مزيان كما شفتوا تبدل ليه اللون ديالو، هذا هو الحجم ديال الكاس. فلا بغيتي ديروا كاس كبير تقدروا ديروا كاس كبير. وهنا غادي نخلطو مزيان حتى يعقد ليا هذاك الرز ويولي شويه قاصح تحت يديا. ومن بعد غادي نضيف ليه الماء، 4 ديال الكيسان ديال الماء. قلنا 3 الكيسان ديال الرز مع 4 ديال الكيسان ديال الماء، كاس الاول كاس الثاني كاس الثالث والكاس الرابع. وهنا من بعد ما درت الكيسان ديال الماء فغادي نخلطو مزيان وغادي نخليه حتى يوصل للمرحله ديال الغليان، يعني غيبدا يغلى لي هنا يبدا يبقبق. ملي غيوصل لهاد المرحله هذه غادي تكون بالعافيه عندي فوق المتوسط. غادي نغطيه وغادي نخليه يطيب على خاطر، نقص عليه عافيه مهيله واحد 20 دقيقه. وغادي نلقى ديك الساعه راه يعني صفى من الماء وكل حبه تفرزات على اختها. هنا كما كتشوفوا راه بدا كيتشرب، يعني هنا حيدته باش نوريكم بدا كيتشرب. فدابا غادي نخليه يكمل الطياب ديالو حتى تيتشرب ليا ديك المياه اللي فيه. هنا من بعد ما دازت 20 دقيقه فطفيت على الرز. فانا كما شفتوا الرز ديالي جات حبه مفروزه على اختها. هنا بالنسبه للدجاج من بعد ما طاب حيدت ليه البابي الومنيوم وغادي نخليه يتحمر وياخذ اللون. وهنا كان هذا هو الدجاج ديالي من بعد ما خدا اللون وطاب وخرجته من الفران. فالرز حتى هو جا زوين بزاف وجا خطير. دابا غادي ندوز باش نوريكم يعني الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم.
وهنا غادي نوصلوا للمرحله ديال التقديم. بعد ما وريتكم الطبق ديالنا ديال الدجاج اللي جا معلك وجا محمر وجا زوين والريحه زوينه وخطير بصراحه. انا طبسيه خديت فيه كميه ديال الرز، وخدات فيه اوراق ديال الخس اللي شويه هما مقرمشين وزوينين وبنان. فاي سلطه عندكم بغيتو ترافقوها للطبق ديالكم ديروها، ولكن بصراحه هذا الطبق كيغنيكم على اي سلطه تقدروا تحطوها حدا، غير هو كافي. يعني هو راه زوين وبنين. وانا لاصوص تسقيو بها داك الرز اللي بغا، وتحطوا بطاطا وتحطوا البصله، وداك الحامض القلب ديالو طاح في هذيك، طاح في ديك لاصوص وعطاها واحد الحموضيه، واحد البنه جات معلكه هذيك لاصوص ديالنا. الطبق ديالنا زوين. وجدت وشاركته معكم، فنوبتكم باش توجدوا لوليداتكم تتجي وصفه اكثر بصراحه اكثر من رائعه، حتى انه بنين وطايب، والبنه ديال الدجاج خطيره. الى هنا كيسالي الفيديو ديالي، فإلا عجبكم الفيديو عجبكم المحتوى ديال اليوم خليوها لي في التعليق، واللي كيكون اول خطره كيشوف القناه ديالي فيدير لايك وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وكنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.